القرآن مليء بالمعجزات والآيات اللي ما فهمناهاش لحد النهاردة. فمثلا لو فتحت المصحف على سورة الطلاق الآية 12 هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ولما اتسأل الصحابي عبد الله بن عباس عن تفسير الآية دي سكت، وبعدين قال اللي سأله: وما يؤمنك أن لو أخبرتك أن تكفر وكفرك تكذيبك به. وبعد ما الراجل اللي سأله أصر عليه إنه يفسرها له، فعبد الله بن عباس قال له: 7 أراضين، أرض كأرضكم، ونبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيمكم. ولو ما تعرفش سيدنا عبد الله بن عباس، فده اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له وقال له: اللهم فقهه في الدين. وتسمى بعد كده حبر الأمة. والتفسير ده نفس فكرة الأكوان المتوازية اللي ظهرت الفترة اللي فاتت في أفلام وكتب كتير. رأيك ايه في الموضوع؟ وهل فعلا ممكن يكون في أكوان متوازية؟ لايك وفولو واستنوا الجديد.